فيديو جديد، تاجز جديدة مهمة جدا في أي موقع. القوائم واللينكات، سواء منيو في موقع أو قائمة منتجات أو حتى روابط بتنقلك بين صفحات أو بتوديك لصفحات تانية، وده اللي هنتعلمه النهاردة. خلينا نبدأ. في ال HTML عندنا نوعين أساسيين من القوائم. أول نوع وهو unordered list، بيكون شكلها عبارة عن نقط بنكتبها باستخدام تاج ال UL، اختصار لكلمة unordered list. نكتب UL جوه تاج ال UL عنصر مهم جدا لإنشاء القوائم اسمه list item، اختصاره LI. جوه تاج ال LI بتكتب العناصر أو القائمة بتاعتك. مثلا هنكتب، خلينا كده نسخن، نكتب HTML CSS JavaScript. تعالى كده نشوف النتيجة. ظهرت لك بالشكل ده، بيبقى جواها نقط جنب العناصر. نقفل كده الصفحة دي كده أول نوع أساسي من القوائم. عندنا نوع تاني اسمه order list، اختصاره OL. نكتب برضو جواه الليست ايتم LI. تعالى كده نعمل ريفرش. واضح الفرق ما بينهم. اول حاجه الانوردر ليست بتبقى عباره عن نقط، الاوردر ليست بتبقى عباره عن ارقام. دلوقتي ممكن تسال سؤال، استخدم انهي واحده فيهم؟ ببساطه لو ترتيب مش مهم ممكن تستخدم الانوردر ليست او اليو ال. لو الترتيب مهم بتستخدم الاوردر ليست اللي هي الاو ال. في نوع ثالث اسمه ديسكريبشن ليست، اختصاره دي ال. القائمة دي بتستخدمها لما يكون عندك مصطلح وعاوز تشرحه، لما يكون في مثلا عنوان ووصف. الدي تي اختصار ل description title، والوصف تكتب دي دي. على كده نجرب. انا مثلا عندي العنوان اسمه HTML، الديسكريبشن تبعه Hypertext Markup Language. طيب عندنا عنوان تاني اللي هو ال DT اسمه ال CSS، اختصاره Cascading Style Sheet. وعندنا عنوان تالت اسمه الجافا سكريبت، وعندنا الديسكريبشن بتاعه A Programming Language for Web Development. تعالى كده نشوف النتيجة، نعمل ريفرش. ظهرت لنا بالشكل ده العنوان، وده الديسكريبشن تبعها، العنوان التاني والديسكريبشن تبعها، وده العنوان التالت والديسكريبشن تبعها. تمام، خلينا ندخل على جزء مهم وهو اللينكات. اي تنقل في المواقع بيتم باستخدام اللينك. في ال HTML عندنا عنصر اسمه ال A، هي اختصار لكلمة anchor، بيتكتب بالشكل ده. ظهر عندنا اتريبيوت ال href، دوت الاختصار لكلمة Hypertext Reference، وهو اللي من خلاله بنضيف اللينك اللي هيوصلنا لصفحة تانية. نكتب مثلا موقع جوجل، هنكتب https google.com، وبين التاج بتكتب النص اللي هيظهر للمستخدم، اللي من خلاله اول ما يضغط على النص بيروح للصفحة اللي انت حاطط الرابط تبعها. نيجي نعمل ريفرش، هيظهر لنا النص بالشكل ده. فلما نضغط على الكلمة بيودينا لموقع جوجل. مثلا لو عاوز اللينك يفتح في تاب تانية غير نفس الصفحة، عندنا اتريبيوت اسمه تارجت، ونكتب بلانك ونيجي نعمل ريفرش. لما المستخدم يضغط على الرابط بتوديه في صفحة تانية مش في نفس الصفحة ديت. من اشهر استخدامات اللينك تنقل بين الصفحات وفتح مواقع خارجية وربط اجزاء داخل الصفحة. وبكده نكون اتعلمنا انواع القوائم في ال HTML زي ال unordered list وال ordered list وال description list. كمان اتعلمنا تاج مهم جدا وهو تاج ال A، الانكر. دلوقتي دورك انك تجرب تعمل قائمة عادية وقائمة مرقمة، ولو معاك موبايل تقدر تدخل على الموقع بتاعنا وتطبق من هناك. هسيبهولك في الديسكريبشن. ولو الفيديو فادك ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان تكمل معانا السلسلة، واشوفك في الفيديو الجاي.